هتدمنيها ومش هتشتريها من بره تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الطعميه المصري البيتي بمكونات سهله جدا. بنجيب فول مدشوش ننقعه نغسله كويس الاول وننقعه من بالليل للصبح. والخضره انا هكتب المكونات طبعا في الكومنتس عشان ما نطولش الفيديو. واخدت الفول ضربته في الكبه كويس، بنعمه علشان ما يسيبش بواقي، ما يبقاش فيه بواقي فول صحيح. وضربت البقدونس وضربت البصل والثوم وجبتهم مع بعض، لميتهم مع بعض وحطيت الملح والبهارات اللي بحطها، البهارات ال7 بهارات وكزبره وكمون والملح بس. هي دي البهارات اللي بتتحط على الطعميه. ولو مش عندك كرات بلدي هتجيبي بصل اخضر بالعروق بتاعته تقطعيه وتفرميه معاهم. الخضره اللي حطيناها طبعا بقدونس وكرات بلدي وكزبره. هكتب لكم بالظبط في الكومنتس حطيت قد ايه من كل حاجه. واخدت جزء من الكميه اللي انا قلبتها في بعضها، وهعملها تاني في الكبه لغايه ما تنعم للقوام اللي انا عايزاه. في ناس بتحبها ناعمه خالص وسايبه شويه كده، ممكن تضيف عليها معلقتين او 3 ميه وهي بتضربها. لكن انا بصراحه انا بحبها كده، ما بحبهاش تكون سايله كده. وهتشوفوها في النهايه وانا بقليها. بس اخدت كل الكميه، يعني قسمتها على 3 اجزاء ونعمت كل جزء لوحده. وكل شويه طبعا ما تنسيش تفتحي الكبه وتقلبي اللي طلع فوق وتقلبيه تحت وتضربي تاني. خلاص انا جبت الزيت علشان اقلي الطعميه، حطيت عليها بقى سمسم بيديها طعم لذيذ طبعا، وقلتها. شوفي شكلها عامل ازاي، مقرمشه جميله جميله تحفه ومن جوه طريه بجد بجد. هتقولي عليها كفته مش طعميه خالص. بألف هنا ليكم. ما تنسوش تشيروا الفيديو وكومنتاتكم بقى، يعني لو في اي تعليق لاي حد، وقولوا لي انا بعملها وبتعملوها زي كده ولا بطريقه مختلفه. طعمها كان روعه. الفيديو ده كان من قبل رمضان ونسيت خالص ان انا انزله. بألف هنا.